السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي على قناة إفيوتي بالعربي. اليوم وكما تشاهدون سنقوم بتكوين المنتخب السعودي على الفيفا 17. فكما قمنا بتكوين الفريق العربي الذي يمكن أن تشاهدوه في الفيديو على قناتنا، الفيديو تكوين المنتخب العربي، كونا المنتخب السعودي بحسب نفس الطريقة والتي هي الاعتماد على الفيفا داتابيز، يعني ونقاط الفيفا. فأول ملاحظة يمكن أن نقوم بها هو وفرة اللاعبين السعوديين في الفيفا 17، وذلك لأن هناك الدوري السعودي حاضر في الفيفا 17 والحمد لله. هذا يعطينا اختيار هائل ما بين اللاعبين السعوديين حسب أي انتماء وأي اختيارات كيفما كانت. فبالنسبة لنا اختيار هو للمنتخب السعودي سيكون اعتمادا على المراكز وعلى نقاط الفيفا 17. إذن على بركة الله نبدأ بالمهاجمين كالعادة، ورأس الحربة السهلاوي لاعب النصر السعودي ومهاجم جميل وممتاز. أما كمهاجم أو جناح أيمن فنجد سليم الدوسري، وعلى اليسار نجد نواف العابد لاعب الهلال السعودي. أما بالنسبة لخط الوسط فنجد كل من سلمان الفرج لاعب الهلال السعودي، ولاعب الأهلي السعودي تيسير الجاسم، وأيضا اللاعب الأخير الذي يكون خط الوسط وهو إبراهيم غالب لاعب النصر السعودي. أما بالنسبة لخط الدفاع فخصوصا الدفاع المركزي فهو هوسوي 100%. فهم اللاعب الأول هو معتز الهوسوي، واللاعب الثاني هو وسام الهوسوي، وفي هناك لاعب في الاحتياط اسمه أيضا هوسوي. أنا لا أعرف عمر الهوسوي، يعني هل اللاعبين هم إخوة أو أولاد عم؟ إذا كان لكم معلومات إضافية فأتركوها لنا في الكومنت أو على الشانل في الفيسبوك أو تويتر. فنكمل. أما بالنسبة كمدافع أيمن نجد ياسر الشهراني، معروف جدا هذا اللاعب، ونجد أيضا اللاعب سلمان الموشر. فبالنسبة في هذا الموقع، يعني موقع المدافع أيسر، فكان الاختيار ما بين هذا اللاعب ولاعب المولد. فبالنسبة لي اختيار الموشر فكان اعتماد على أنه أكثر هجوميا، يعني له شوتس جود والباس والدريبل أفضل من المولد. بس إذا كنتم تريدون لاعب أكثر دفاعية فيمكن لكم اختيار المولد كمدافع أيسر. أما بالنسبة لحارس المرمى فنجد الحارس العويس حارس المنتخب العربي أيضا. أما بالنسبة كمدرب فنجد دائما المدرب سامي الجابر، هو أحسن مدرب عربي في الفيفا 17، وهو أيضا هو المدرب الذي اخترته من بين المدربين العرب لقيادة المنتخب العربي. نمر الآن إلى دكة البدلاء. نجد عمر الهوسوي، نجد الجحفلي، المولد كما ذكرنا، فلته، والله ما أعرف كيف يمكن أن أنطق هذا الاسم. إذا كنتم تعرفون فاكتبوه لنا مشكلا في كومنت. اللاعب المقهوي، يعني المقهوي أظن أنه بيشرب قهوة كتير. ونجد اللاعب الشلهوب، لاعب معروف الشلهوب بالتقنيات والدريبل والمراوغات. نجد اللاعب الدوسري أيضا، واللاعب الأهساي، هذا أيضا إذا كنتم تستطيعون أن تكتبون الاسم بالعربي مشكلا. والحارس أيضا المسيلم، وحارس دكة بدلاء المنتخب السعودي وأيضا المنتخب الثاني العربي. إذا كانت هذه هي تشكيلة
المنتخب السعودي على الفيفا 17. إذا كانت عندكم أي اقتراحات أو فيما يخص الخطة أو التشكيل، إذا كان لكم اقتراح أن نستبدل لاعب بلاعب آخر، فيمكن لكم أن تتركوا لنا كومنت في يوتيوب شانل أو على تويتر أو على قناتنا أو على صفحتنا في الفيسبوك. شكرا على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بأي فيديو جديد نحمله على قناتنا. وإلى اللقاء، إلى فرصة قادمة إن شاء الله.